لو هتركب سيراميك في الارضيات او الحوائط عندك اشكال مختلفه كتير لرص السيراميك. اولهم الرص العدل بالنسبه للارضيات، بتحط البلاطه جنب اختها بطريقه موازيه للحوائط. ممكن كمان تغير في لون كل بلاطه والتانيه وبيسموها رص شطرنج. ممكن كمان ترصهم على زاويه 45 او 30، وبرده ممكن تغير في كل لون بلاطه والتانيه وتعملهم شطرنج، وبيسموه رص على سواك. ممكن ترصهم على لقم كانك كده بتعمل ازاحه للبلاطات كلها في جميع الاتجاهات بنفس قيمه اللقمه، ودي طريقه بيسموها مفروكه او فريره. واللقمه بلاطه برده بس بمقاس صغير. كمان المقاسات بتاعتك لو مش مربعه 30 في 60 مثلا ممكن ترصهم سابق ولاحق، يديك شكل مباني الطوب لما بتترص فوق بعض. ولو عندك بلاط باركيه نسبه الطول دايما بتكون اكبر من العرض، ممكن ترصهم برده سابق ولاحق او سبعات في 80. ساعات كمان بيعملوا سجاجيد باستخدام السيراميك او الرخام. لو عندك مدخل شكله شيك بيبدا الصنايعي ياخد كنارات على الاطراف او براويز زي ما بيسموها، ودي بتكون من السيراميك اللي لونه غامق شويه بالوان طبعا مختلفه، وبيغير طريقه الرص بره غير جوه بحيث يسنتر الغرفه او المدخل في النص بالظبط. بنشوف الكلام ده في المستشفيات والريسبشنات اللي في المباني الاداريه. وساعات بتتعمل من الرخام ويستخدموا في النص حاجه اسمها ووتر جيت. اشكال مختلفه وانواع كتير من الرخام بتقطع في المصنع مكن ليزر، وبتترقم وبتتجمع في الموقع حسب الرسمه وحسب التصميم المعتمد. ونصيحه مني، لو هتعمل سجاده بالسيراميك او الرخام او حتى هترص رص هندسي عدل، لازم الغرف عندك تكون مزويه ومتربعه كويس، والمحاره عندك مظبوطه بالملي عشان ما يظهرش معاك سمك او غلاءات بسبب ان اضلاع الغرف نفسها مش قد بعض، وساعتها السيراميك هيفضح المباني. في الفيديو الجاي هنتكلم عن اشكال وانواع مختلفه في رص الحوائط. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.